السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. يلا على طول كده بسرعة نعمل اسرع صينية فراخ في الفرن. ممكن تعمليها بطعم الشوي كمان بطماطمايه وبصلايه. هنعمل اسرع صينية فراخ ما تاخدش منك نص ساعة. نبدأ ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طماطميتين كده اهوت على قد الفراخ اللي عندك مثلا. طبعا عينيكي ميزانك زي ما بيقولوا ايه، زي ما بيقولوا. بصلايه كده اهوت هنقطعها برضو جوليان. هناخد طماطم جوليان وبطاطس جوليان وفلفل انوجد اخضر حامي او بارد براحتك. وكمان هنحط معاهم فص توم. هتعملي اسرع صينيه فراخ ما تاخدش نص ساعه على البوتاجاز. كده قطعنا الطماطم والبصل وفلفل هنقطعه برضو كده. ممكن على فكرة تعملي معاهم بطاطسيتين، حبة جزر، حبة اي حاجة، وهتبقى صينية فراخ بالخضروات كاملة متكملة. كده قطعنا كمان الفلفل، فص توم او فصين توم يعني، حبة ملح، حبة بابريكا، فلفل، بهارات فراخ. كل الحاجات دي كده بقى مع بعضها ندعكها مع البصل والطماطم. تاخد كله من بعضه كده. هنجيب بقى الفراخ ونرصهم تحت وما بين حبة الخضار دول. وزي ما قلت لك ممكن تعمليها صينية خضار كاملة. هتحطي بطاطس، هتحطي جزر، هتحطي بتنجان، حطي حاجات مع بعضها كده اهوت وهتطلع لك صينية جميلة قوي. فكرة اعملها المرة الجاية. تمام كده. هنحط لها بقى حبة مية ومش هنحط لها اي نوع من الإدام. انا صينية الفراخ لوحديها من غير اي خضار تاني، صينية الفراخ ما بحط لهاش اي نوع إدام، هي بتنزل سمنتها منها فيها. كده نحط لها حبة مية وهتحطيها على البوتاجاز وتغطيها وتسيبيها على البوتاجاز كده هوت لمدة اقل يعني من نص ساعة لغاية لما تستوي. بعدين هتحطيها في الفرن تاخد وش. ممكن تعمليها بطعم الشوي، تولعي فحمية وتحطيها في النص، تحطي عليها حبة زيت وتغطيها، هتبقى لك بطعم الشوي وتبقى تحفة. كده فيديونا خلص. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان مني كل جديد. شوفي هي كده ما خدتش نص ساعة على البوتاجاز من فوق. وكمان بعد كده حمرتها في الفرن وطلعت لك تحفة. لحمها مستوي وجميل، طعم جميل قوي. كده فيديونا خلص. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.